طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. والله لا يهلك على الله إلا هالك. فتح باب الاستغفار وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بشرنا الله أنه غفور، أي أنه يغفر الذنب ويستر العيب. فلماذا لا يلهج اللسان بالاستغفار مع أننا دائم الذنب؟ أحبابي، إن الاستغفار معناه ذل وانكسار بين يدي الغفور الرحيم، فإن الله يحب من عبده إذا أذنب أن يستغفر. ولذلك يقول في الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم.